زواجا عرفيا. فهل الزواج العرفي حرام؟ ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الزواج العرفي بصورته الحالية يتمثل في التالي. خلي بالكم يا إخواني وخلي بالكم يا أخواتي، صورة الزواج العرفي المعاصرة هي كالتالي: الولد في الجامعة والبنت في الجامعة، بيروح يجيب 2 طلبة شهود ويروح للبنت يقول لها زوجيني نفسك، فتزوجه البنت نفسها ويشهد طالبان من زملائه على هذا العقد. هذا عقد باطل وهذا زنا والله العظيم. جاءني طالب من طلابي في جامع التوحيد بمدينة المنصورة بحافظة نقود، محفظة يعني بلغتنا، سقط في الجامعة، سقطت من طالب في أرضية الجامعة، فانحنى عليها والتقطها ليتعرف على صاحبها ليرسلها إليه، ثم وجد فيها 24 أسيمة زواج عرفي لولد مجرم واحد على 24 بنت. 24 قسيمة زواج عرفي. ما هذا الضلال والباطل؟ هذا زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت أو نكحت، كلاهما صحيح، بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فنكاحها باطل باطل باطل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وبعدين أنا أعجب من أي رجل عاقل يرضى أن تدخل عليه ابنته في يوم من الأيام لتخبره بزواجها، لا وتزداد، أقول المصيبة ولا الفرحة؟ المصيبة والكارثة إذا دخلت تحمل ولدها على يديها، تقول له: ما شاء الله، اتفضل يا بابي أو يا بابا، أو يا والدي أو يا أبي، هذا ولدي، من الزواج أو من الزنا إن صدقت. أي زواج هذا؟ أين أهلك؟ أين وليك؟ أين أسرتك؟ ثم أنت هل تقبل أن تخبر أسرتك بهذا الزواج؟ هل تقبل أن تخبر أسرتك بأنك تزوجت يا روميو من 24 بنت زواجا عرفيا ضحكت عليهن وخدعتهن؟ أيها الظالم، إن لم تتب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم ب2000 درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. زواج العرفي بهذه الصورة زواج باطل وهو زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحتج علي بأن الأحناف وبأن الإمام أبا حنيفة قد أجاز هذا الزواج العرفي. لا، الإمام لم يجز هذا الزواج بهذه الصورة. يعني الإمام يقول بأنه قد تزوج الثيب نفسها. وأنا قلت قبل ذلك، ذكر الإمام أبو حنيفة ذلك قياسا على جواز استقلال المرأة في عقد البيع والشراء، وهذا قياس فاسد الاعتبار، لا يصح لأنه قياس مع نص، قياس مع دليل. بل لقد خالف تلاميذ الإمام على رأسهم محمد ابن الحسن إمامه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. وحسن ظننا بالإمام رحمه الله تعالى أن الدليل لم يبلغه في هذه المسألة. طيب ماذا تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر أو تستأذن، وإذنها صمتها، وفي لفظ سكوتها. الثيب أحق بنفسها من وليها. ذكرت أنه لا يفهم من هذا الحديث إطلاقا أنه من حق المرأة الثيب أن تزوج نفسها إطلاقا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أجد دليلا في القرآن أصرح على وجوب أن يزوج الولي المرأة من قول الله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. بل لما زوج معقل بن يسار أخته لصحابي جليل من الأنصار، ثم طلق هذا الصحابي، وعادت المرأة إلى بيت معقل، ثم عاد زوجها إليها ليردها، فقال له معقل بن يسار: أنكحتك وأكرمتك وأفرشتك، ثم طلقتها، فطلقتها،
ثم جئت تطلبها والله لا أردها إليك أبدا. خلي بالكم يا إخواني ويا أخواتي، والله لا أردها إليك أبدا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: هذه المرأة طلقت، يعني أصبحت ثيبا. لو كان الأمر بيدها كما يقال وعاد إليها زوجها، والمرأة بنص الحديث راغبة في ذلك، راغبة في أن تعود لزوجها، لو كانت المرأة الثيب تستطيع أن تزوج نفسها بعد ذلك لعادت المرأة إلى زوجها الذي جاء يطلبها وهي راغبة في أن تعود إليه، لكن لم يحدث. وإنما نزل قول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن. هذا الخطاب لمين؟ لولي هذه المرأة، لمعقل بن يسار. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لو كان الأمر بيد المرأة لكان الخطاب لها، لكن لم يثبت أبدا خطابا، لم يثبت أبدا في القرآن خطاب للمرأة الثيب أن تزوج نفسها بنفسها، وإنما جاء الخطاب من الله لولي المرأة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وأعظم دليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري أيضا أن خنساء بنت خدام رضي الله عنها لما زوجها أبوها وكانت امرأة ثيبة، زوجها رغما عنها، فجاءت المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففسخ النبي هذا العقد، فسخ النبي هذا النكاح، ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، ذلك ليثبت أنه لا يجوز للولي أن يزوج المرأة الثيبة على الإطلاق إلا برغبتها وبرضاها، فإن زوجها رغما عنها فالزواج مفسوخ والنكاح باطل ولا حول ولا قوة إلا بالله ومردود، والنكاح مفسوخ ومردود. أما البكر فتستأذن، ولا يجوز أيضا للولي أن يرغم البكر على الزواج ممن لا تقبله وممن لا ترضاه، وإنما البكر تستأذن. والبكر طبعا كما ذكرت قد يمنعها حياؤها، يعني هذا قد يكون واردا في بعض البيوتات الفاضلة، يعني قد يمنعها حياؤها من أن تتكلم فتصمت أو تنكس رأسها. فهذه الصورة وهذه الطريقة إنما هو إذن من هذه البنت البكر لوالدها أو لولي أمرها أن يزوجها. وطبعا أنا ذكرت في حلقة قبل كده، يمكن تكون الحلقة الماضية، إن ما شاء الله البنت البكر الآن بتجيب العريس وتدخل البيت وهي اللي تخطبه. فأسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يستر بناتنا.